بقول لك خدني على اخوانا. وتستاهل يتعمل فيك اكتر من كده. كان لازم تعمل لي جدع وتروح له بطولك. ادي خدك على اخوانا وعلم عليك وكسر دراعك يا مصطفى. انا اتصدمت اما رحت ولقيتها واقفه جنبه. اسمع، انا بعطيك مصاري عشان تشتغل معي، مو عشان تتدخل بحياتي الشخصيه. وحياتك الشخصيه دي انا بحميكي ولازم تسمعي كلامي وما تشغليش دماغك وتروحي لعند حد برجليكي. لا ما يخصك، وبدي افهمك على شيء، انت تشتغل معي بالمصاري مو بدماغك. المصاري بتاعتك دي ما بقتش تخصني، انا اللي يخصني اعرف اكسر الراجل السعيدي ده ازاي. انت كان لازم تعمل حسابك يا مصطفى. انا عارف اكسره ازاي. الراجل السعيدي ده بيحترم الجلابيه، والجلابيه دي هقلعها له في وسط السوق كله. انت عبيط ولا ايه؟ ده انت كده هتقلبها حرب يا مصطفى. هقلبها حرب. ما هو كده هنخسر يا ابني. نخسر بس حق كسر الدراع دي انا مش هسيبها. مش هينفع اسيبك. كده نزل 2 بطاطس تاني. بسم الله. اسمع، الحين لازم تلم اغراضك من هنا وتمشي. الم اغراض وامشي ليه؟ في ايه؟ يعني بدي اشرح لك. هددوكي بيا صح؟ وقالوا لك ان هم هياخدوا حقهم مني. مش ده اللي حصل؟ حصل. انا ما بدي مشاكل. اسمعي، انت مالكيش صالح. اللي بيغلط يتأدب، وهو غلط وفكر انه يرفع يده عليا في فرش، بس خد حقه قوي وكسرت له دراعه فيه. مش عايزك تخسر الناس دي عشان خاطر شغلك، مش عايز اكون خساره في حياتك. ترجع المكان اللي انت جيتي منه. انا مو مهتمه بالخساره ولا شيء. وعرفيهم ان اللي هيفكر يوصل لحد عندي الخطوات اللي جاها مش هيرجعها تاني. تعالي كلها. لا ما بدي. البطاطس فرن. لا ما تتعبش نفسك، هو كده كده المحل ده هيتدرمغ فوق دماغك. عندك حق. مش عايزين طمع غازي، انت هتكتفه وانا هاخد الجلابيه دي والف بيه السوق كله عشان يعرف بعد كده هو بيتعامل مع مين. تعرف لو مش كد اللي انت حطيت يدك عليها ده اقلعها والبس مطرحها. لا مؤاخذة، زي ما قال لك يا غازي، مش عايزين طمع. انت تكتفني وهو يقلعني الجلابيه ويلف بيها السوق كله. ليه يا عم انت كبرت الموضوع كده ليه؟ بقول لك ايه يا ابني، انت انا مش عايز اقل منك احتراما للجلابيه دي، بس انت ما احترمتهاش انا بقى هقل منك، وكسر الدراع دي انا مش هحل فيها. استنى بس، انا طول عمري محترم الجلابيه دي، لكن انت اللي ما احترمتهاش وما